أنا نسيت إن أنا باصوّر أصلًا والله، وابني عمّال كل شوية هيفتكر ياخد منّي المعلقة دي وأقوم حاطّاها في بُقّي، كنت مسخسخة على نفسي من الضحك، قُلت له: "طعمها حلو أوي." قال لي: "ماما الريحة مش قادر، ادّيني طَب معلقة." لو نِفسكم في حاجة حلوة تعالوا نعمل أنا وأنتم الحاجة الحلوة دي وهناكلها مع بعض ورخيصة خالص وهنعملها في البيت وهاقول لكم البديل وهاقول لكم على كل حاجة فيها، عايزة أقول لكم جامدة أوي، نِفسي فيها وعملتها وطلعت حلوة أوي زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، دايبة دوب ولذيذة جدًا، بجد طلعت لذيذة، يعني ولادي فضلوا واقفين عليها حوالين منّي عايزين ياكلوا منها مش صابرين لحد ما أنا أصوّر الفيديو ده، ولا أنا كمان عايزة أقول لكم أنا رُحت معاها في حتة تانية خالص، سهلة وموفّرة وأقول لكم الطريقة بديلة بتاعتها، يعني طلعت سهلة جدًا، وعايزة أقول لكم هتعتمدوها على طول عندكم، كل مرّة هتعملوها وهتستسهلوها، مش هتشتروا من برّه تاني، بإذن الله أوعدكم إن أنتم تعملوها على طول في البيت وكلّه يقول لِك تسلم إيدِك، وعملتها كمان بسمنة بلدي أنا اللي عاملاها بإيدي، وممكن تستبدلي زبدة أو سمنة عادية، وأنا حاطة فيها برضك سمنة عادية. عملت السمنة وحطيت فيها من حاجات بنرميها كلنا أو أحيانا ما بنستخدمهاش، القشطة في كتير ناس ما بتستخدمهاش، أنا عملتها بيها وطلعت جامدة قوي. حط كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وهنحطهم على النار من غير ما نقلبهم وهنسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض لحد ما يدينا العسل بتاعنا، وكوبايه لبن وكوبايه سمنه وتضافوهم يا دوبك كده تبقى ده في حاجه بسيطه خالص على النار، عشان انا اللبن بتاعي كان في التلاجة دفيته حاجة بسيطة يعني كده زي دمعة العين، وعندي كيس بسبوسة حطيت 2 بمقدار كوبايتين دقيق، سميد هتنزلي بيهم يعني 4 كوبايات سميد وسط ما تبقاش كبيرة قوي مليانة، تنزلي بكوباية السمنة وكوباية اللبن وهنقلب، اول ما تحسي ان هي محتاجة تاني هتنزلي كده بالمعلقة حبة حبة وتقلبي لحد ما تحسي ان القوام بتاعها زي ما انت شايفة كده، هتدهني حتة سمنة بسيطة خالص للصينية وهنقلب وهنفردها كده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك نظبطها كده وتبقى زي العسل معانا، نخبطها خبطتين 3 زي ما انتوا شايفين كده، الله اكبر. اوعوا تكونوا نسيتوا تشجعوني باشتراك ولايك وشير يا اجدع ناس في الدنيا، ربنا يسعدكم ويفرح كل اللي هيفرحني يا رب. عندك فستق لوز بقى حطي يا ست الكل زي اللي موجود عندك، بصي انا ما تدقيش يعني، البيوت دلوقتي الحياة بقت صعبة قوي، عايزه اقول لكم انا زوقتها بكاجو، كان عندي حبه كده زوقتها بيه وحطيت اللي موجود عندي، هتظبطيها كده وتخبطيها خبطتين 3 ومعانا العسل بتاعنا هنحط له في الاخر اهو خلاص، لا هيبتدي يقعد معانا مش عايزاه تقيل. السمنه البلدي بتاعتي اللي انا عملتها من القشطه حطيتها على النار لحد ما اتحولت سمنه، حطينا نص الليمونه وهنحط تقريبا كده 3 معالق 4 معالق سمنه بلدي، عشان سايحه حطي 3 أو 4. علي عسل اقولك مقادير العاديه 4 كوبايات دقيق سميد، كوبايه سمنه وكوبايه لبن، وهتضيفي نص كوبايه سكر على اللبن وانتي بتسخنيه، و4 معالق جوز هند حطيها في الخلطه، ورشه ملح انا حطيتها كمان يا دوبك نقطه صغيره بس كده، ممكن تضيفي كمان فانيليا، بدل اللبن تحطي زبادي. الصراحة باللبن طلعت حلوة قوي، استخدمت نص كوباية سمنة بلدي ونص سمنة عادية، دخلتها الفرن على 180 وبعد كده فتحت عليها الشواية دوبك، اول ما تبتدي تحمر معاكي من الجوانب افتحي عليها الشواية، والعسل بتاعنا لازم يبقى خفيف وتكبي عليها كده، اول ما تشرب معاكي تعرفي ان النتيجة معاكي كويسة قوي، عايزاها تبقى طرية ما تبقاش ناشفة معاكي، لازم العسل يبقى مش تقيل، يبقى خفيف معاكي علشان ينزل معاكي وتطرى، وهنغطيها كمان وهتطرى معانا. هنا انا سبتها بقى ساعه لحد ما بردت خالص وطريت معايا وبقت جميله، انا بطبعي ما بحبش الحاجه الطريه قوي، انا بحبها اللي هي ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده، بس انتوا كمان لو عايزينها طريه خالص اكتر من كده تبقى زبده معاكم وكريمه خالص خلوا العسل خفيف. هنا بقى هنقطعها وطلعت بقى الريحه، عايزه اقول لكم والله بجد السمنه وديتها في حته تانية، السمنه اللي انت بتعمليها في البيت دي من القشطه بتطلع احلى كمان من اللي انت بتشتريها، لانك بتبقي ضمناها، عارفين انا حاسه ان انا شارياها من بره مش انا عاملاها، كان عندي حبه كيجو رشيتهم عليهم من فوق، طلعت بقى عايزه اقول لكم يعني انا نسيت ان انا بصور اصلا والله، وابني عمال كل شويه هيفتكر ياخد مني المعلقه دي واقوم حطاها في بقي، كنت مسخسخه على نفسي من الضحك، قلت له طعمها حلو قوي، قال لي ماما الريحه مش قادر اديني طب معلقه واحده، قلت له ابدا، في حاجات كتيره بنفرح بيها قوي لما تطلع مننا مظبوطه وحلوه، انا عن نفسي هعتمدها على طول. ما تنسوش بقى تفرحوني باشتراك ولايك وشير باذن الله.